عزو لزو الفلواش لا بخير كيستيلي. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد التحليه تجي ما شاء الله تجي بارده على القلب لعشاق التحليات. هذه الوصفه ليكم. غادي ندير لكم الفلو بالفواكه، طريقه جد بسيطه وتجي بزاف بنينه. هذه التحليه غير جربوها وما نطولش عليكم. بسم الله غادي نبداو. هنا في الكاسرونه ديالي درت نصف لتر ديال الحليب، وعندي علبه ديال الفلو ذوق فاني. للعائله ديالو كبيره ولا يقدر يدير ريتله ديال الحليب ويدير 2 باكيت ديال الفلو. هنا في هذاك النصف لتر ديال الحليب ندير علبه ديال الفلو ونخلط كما ديروا الفلو العادي. نخلط ونحطو فوق النار كي يغلي نطفي عليه، نبقى نحرك فيه حتى وين يغلي ونطفي عليه بدون اي اضافات. هذا الفلو بدون مايزينا ولا درتو على الطريقه السهله السريعه والاقتصاديه. هنا كي غلى لي الفلو نحيتو بالفرنو. دوك نحكم لي فيغين، ديروا اي فيغين عندكم. نبدا نفرغ لكن ما تعمروش لي فيرين، ديروا فقط نص ديالهم، نعمر حتى النص ونحبس. ومن بعد غادي نكملوا الطبقه الثانيه، نعمر للنص كما قلت لكم في الاول. اللي عائله ديالو كبيره ولا يدير ريتله ديال الحليب. انا نكتفي فقط بنص ريتله ديال الحليب. بهذه الطريقه نعمرهم كامل للنص. كي نكمل كامل قبل ما يتجمدوا، قبل ما يبردوا، غادي ندير البسكوي. هنايا هذه الطريقه تبقى اختياريه. شوفوا اللي عنده البسكوي يدير، اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليها، لكن اللي عنده غير يدير تزيد بنه على بنه. هنا قبل ما يتجمد هذاك الفلون هو هكاك سخون، ندير شويه ديال البسكوي نفتو كامل الداخل بهذه الطريقه. كما قلت لكم اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه. نفتو كامل بهذه الطريقه للداخل. ومن بعد نحكم مغرف نسي كيفاش ندخلو لداخل شويه برك، اذا ما بغاش ولا نورمال عادي. ومن بعد غادي نغطيه ما يبانش. هنا كي راح هذاك الفلو برد لي شويه، سيت كيفاش ندخل هذاك البسكوي لداخل بالمغرف بهذه الطريقه ونخليه يبرد تماما. هنايا كي برد لي الفلو غادي نكملوا الطبقه الفوقانيه. بالنسبه للفواكه شوفوا ديروا واش عندكم، تقدروا ديروا البنان وحده ولا لي فريز وحدها ولا التفاح، لكم الاختيار. ماشي شرط ديروا واش درت انا، فهمتوني. هنا قطعت الفواكه ديالي قطع صغيره، مكعبات صغيره بهذه الطريقه. درت لي فريز والبنان والاناناس، كان عندي شويه تفاح درته لداخل، وعصرت عليه شويه ديال القارص شويه برك، ونعمر لي فيرين بهذه الطريقه. نعمرهم كامل مليح. بهذه الطريقه شوفوا عمرتهم كامل. ودرك نمروا للحضور لاجولين اللي غادي نديروها من الفوق. هنا عندي كاس ديال الماء، عندي علبه ديال الفلون غوفاني، علبه ديال الفلو ذوق فاني، وعندي مغرف صغيره تكون ممسوحه ديال لا مايزينا. هنا في الكاسرونه نحكم شويه كاسرونه متوسطه، ندير هذاك الكاس ديال الماء، نزيد عليه باكي ديال الفلون غوفاني، تجي ولا اروع. هاد لاجولي نديروها من الفوق تجي تحفه. ندير هذيك لا مايزينا اللي هي مغرف صغيره ما تكثروش. نخلط كلشي بارد في بارد ونحطو فوق النار، نبقى نخلط حتى وين يغلي. كي يغلي نحيه. والله غير جربوا هذه التحليه قد ما نحكي عليها. والله راجلي عجباتو بالبزاف. اليوم ان شاء الله غادي نعاودها. هاي ليك لاجولي كي غلات لي فوق النار نحيتها، نبقى نحرك فيها حتى وين يخرجوا كامل هذاك لافابور. عفوا نخلط شويه باش يخرجوا كامل بهذه الطريقه. نسي كيفاش نبردها شويه بهذه الطريقه. ومن بعد مباشره نديرها فوق الفواكه هذو. والله تجي ما شاء الله غير جربوها ما غاديش تندموا.
نعمرهم كامل. كي نكمل كامل نخلي هذيك الطبقه تبرد، لازم تبرد مليح مليح. وبالنسبه للتزيين دائما نقول لكم يبقى اختياري، تقدروا تدخلوهم هكاك فقط، ولا ديروا شويه، طلعوا شويه ديال لا شونتيي، ديروا دي غوزاس من الفوق، ولا تعاودوا ديروا حبه ديال الفريز من الفوق ديروها لا جولي، ولا حبه ديال البنان. بالنسبه للتزيين دائما نقول لكم يبقى اختياري. تبعوا فقط لا فيديو تشوفوه في الاخير كيفاه زينتهم انايا. هايليك التحليه هنايا راهي بردت كما قلت لكم، تقدروا تدخلوها هكذا، تقدروا تزينوا باش بغيتو. انا كان عندي شويه ديال الكريمه، درت دي غوزاس من الفوق ودرت شويه الفريز من الفوق كما قلت لكم في الاول. نتوما تقدروا ديروا لا كريم شونتيي. دائما نقول لكم التزيين يبقى اختياري، كل واحد يدير واش على حسب الاختيار ديالو. كما قلت لكم انايا زينته بشويه ديال الكريمه، كان عندي الكريمه درتها دي غوزاس فقط، ودرت شويه لي فريز من الفوق ودرت لهم لا جولي. هايليك التحليه في الاخير كيفاه جات. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تبخلونيش بهذاك الجيم، وبارطاجيو لا فيديو بين الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. وما نطولش عليكم، على بروشين فيديو ان شاء الله مع وصفه جديده ان شاء الله.